كنت قاعدة في اوضتي عادي، لقيت حماية راح داخل وفتح باب الأوضة ودخل، وانا في الوضع ده ملحقتش طبعا ان انا البس حاجة او اغطي نفسي، فقلت له استنى معلش هلبس حاجة كده واجي. قال لي لا 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 خليكي زي ما انتي، ايه الحلاوة اللي انتي فيها دي؟ انا اسمي حنان، متجوزة من وانا عندي 27 سنة. انا اتجوزت في بيت عيلة. انا وجوزي قررنا ان احنا ننفصل عن بيت العيلة ونجيب شقة برا. بس بعد ما جبنا الشقة الجيران اللي كانوا جنبنا مش عجبنا التعامل معاهم، يعني مرتحناش، فرجعنا تاني نعيش في بيت العيلة. بس كان في بيت العيلة لينا شقة وحماية كان له شقته. ومن وقت وانا متجوزة وانا وجوزي كنا متعودين مع بعض ان احنا نعمل يعني العلاقة كل يوم. انا كنت بحب جوزي جدا وهو كان بيحب مني الحاجات اللي زي دي. بصراحة هو كان مدلعني قوي وكان مهنيني، كنت متمتعة على الاخر. وكنت بحس دايما ان هو دايما بشتاق له وانا بيشتاق ليا. وهو في الشغل يعني حتى لما كان بيروح شغله كان بيرجع جري، واول ما يدخل يقول لي انتي جاهزة؟ كنت بقول له اه طبعا انا جاهزة، وكنا ندخل الأوضة زي ما انتوا فاهمين. وكان بيدلعني جدا، وانا كنت بصراحة متعلقة بيه قوي. وهو كمان كان بيموت فيا من اول ما اتجوزت. كان بيقول لي لما اجي اطلب منك الحاجة دي ما تقوليش لا، وعايزك دايما طول ما انا برجع من الشغل تكوني جاهزة وكوني مستنياني. وانا كنت بقول له ماشي يا حبيبي، انا برضو ما اقدرش على بعدك وكلام من ده. ده حتى مثلا لما كان بيجي ميعاد سفرية ولا حاجة عشان يسافر كنت بقوله يعني ما تغيبش كتير وتقعد فترة طويلة. وكان دايما بيسمع كلامي وبيسافر الصبح ويرجع على بالليل جري، وفي نفس اليوم، علشان كان عارف ان انا ما بقدرش استغنى عنه خالص. وهو كمان ما كانش بيقدر على بعدي، علشان يعني موضوع العلاقة الحلوة اللي احنا بنعملها كل يوم. وكنا مبسوطين قوي قوي على الوضع ده. وفي يوم من الايام كده جه لجوزي سفرية شهرين برا البلد خالص. فانا بصراحة اتضايقت قوي وزعلت، وقلت له لا ما ينفعش كده، ما ينفعش انك تسافر لوحدك، انا ما اقدرش استغنى عنك. وانت عارف بسبب ان انا ما اقدرش استغنى عنك ومش عايزاك تبعد عني. فقال لي معلش ده انا لازم اسافر علشان اقدر اجيب لك كل حاجه انت حباها، وعلشان اجيب لك كل اللي انت بتتمنيه، علشان ما يبقاش في نفسك اي حاجه او تكوني محرومه او متضايقه من حاجه. قلت له ماشي يا سيدي، بس خلاص خدني معاك ونعيش مع بعض وهعمل لك كل اللي انت عايزه. قال لي لا لا ما ينفعش ما ينفعش، انتي مش هتستحملي ومش هتقدري، لاني انا رايح شغل، والشغل اللي انا رايحه هبقى طول النهار فيه وهبقى مشغول قوي بالليل كمان، وهرجع متاخر قوي وهنام متاخر، مش هتقدري تستحملي تقعدي لوحدك الفتره دي كلها. خليكي هنا كده في البيت مع ابويا علشان بالمره تشوفي طلباته يعني وتخدميه وتاخدي بالك منه. ومعلش استحملي اهو، هنحوش شويه فلوس عشان لما ارجع اشتري لك كل اللي نفسك فيه، وخليكي مش محتاجه لاي حاجه ابدا. ولما هرجع هظبطك كتير وهنعمل زي ما كنا بنعمل واكتر. وبصراحة طبعا انا اتضايقت من كلامه، بس وافقت على كلامه وانا زعلانة ومتضايقة ومتأثرة. وبعد ما سافر كنت بقعد بقى في الشقة لوحدي وزعلانة ومتضايقة، وكنت بشوف كل الشغل اللي ورايا بحيث ان انا اضيع وقتي وخلاص، وبعمل الاكل. وبعدين لما كنت مثلا بروح داخل الاوضه بتاعتي كنت ببقى حاسه ان جوزي كده وحشني وان انا قاعده مع نفسي كده وقاعده لوحدي. ويعني كنت باحاول احسس نفسي ان هو معايا، وكانت بقى بتعدي الايام على كده. بعدين بقى كده جه في يوم من الايام لقيت حماية اتصل على جوزي واشتكاله كمان مني، وراح قايله ان انا على طول كده قافله عليا شقتي وقاعده لوحدي يعني في الشقه. فجوزي راح متصل بيا وقال لي لا انت لازم تنزلي تقعدي مع الحاج ابويا وكده، او هو يطلع لك شقتنا يعني اللي انت عايزاه، بس علشان يعني تاخدي بالك منه وتشوفي طلباته. قلت له خلاص حاضر يا حبيبي ولا يهمك، انا هنزل اقعد مع حماية. ويوم كده وتاني يوم كده رحت نازلاله، وبقى هو يوم يطلع يقعد معايا ويوم مثلا انا انزله. ومع الوقت بقى كده بقيت على طول بقعد يعني مع حماية اغلب الوقت في شقته، او هو يطلع يقعد عندي. وكنت باخد باله منه كويس جدا، يعني كنت بشوف طلباته وكنت بشوف شغل الشقة واعمل كل الاكل واروق الدنيا واعمل التنظيف. وبقيت اليوم اللي كنت اقعد فيه مع حماية كنا بنقعد نتفرج على تلفزيون سوا، نقعد مثلا نتسلى في اي حاجة، نقرا الجرايد مثلا او كده، نتفرج على النت، ويعدي اليوم على كده. ومع الوقت بقى كنت باخد بالي ان حماية كده بيجي عليه كده وقت معين ويروح داخل على الأوضة وقافل على نفسه، والوقت ده طبعا انا بكون مشغولة في ترويق وتنظيف البيت ومشغولة في شغل البيت. فبصراحة ما كنتش عارفة هو بيعمل ايه بالظبط في الأوضة بتاعته او ايه اللي بيحصل. بس في يوم من الايام كده وانا معدية جنب باب الأوضة كده سمعت صوت غريب قوي طالع من الأوضة بتاعته. بقيت مستغربة بقول يا ترى ايه الصوت ده؟ مش عارفة بصراحة هو ايه الصوت اللي كان طالع ده، بس انا لما قربت كده من الباب سمعت صوت بوداني كده، صوت طالع
طالع من الموبايل يعني كأنه واحد كده مع واحدة، اكيد انتوا فاهمين قصدي. بصيت كده من خرم الباب لقيت حماية كده في وضع يعني مش اللي هو زي ما انتوا فاهمين، ولقيته مشغل التليفون وبيتفرج يعني على حاجات مش كويسة. ولما بصيت كده لحماية لقيته مستغربة، يعني حسيت كده في حاجة غريبة كده ناحيته. قلت مثلا بيعمل كده علشان يعني مراته متوفية من زمان وكده، بس اللي انا شفته ده حسيت ان هو يعني اصلا جامد، وكمان يعني مش اللي يشوفه مش يديله السن خالص اللي هو فيه. وعلى طول يعني الناس بتفتكر ان هو اصغر من 50 سنة. المهم ان انا فضلت اتفرج عليه كده من ورا الباب، ولما كنت ببص على حماية من خرم الباب وبتفرج عليه كنت بتخيل يعني بيعمل ايه. وبعدين كده في يوم وانا قاعده عماله اتفرج كده على شاشه التلفزيون مع حماية لقيته راح قايم ودخل الاوضه وقافل برضه على نفسه. قلت له انت رايح فين وكده؟ قال لي لا ده انا هدخل الاوضه علشان يعني هستريح شويه. قلت له طب ما تخليك قاعد، ده لسه الفيلم شغال وكده. قال لي لا 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 ده انا بحب اخش الاوضه وكده واقعد مع نفسي شويه. قلت له خلاص ماشي براحتك، وعلى فكره انا سمعتك بس اتكسفت. قال لي ايه سمعتي ايه؟ قلت له ايوه سمعتك يعني وكده. هو يعني بصيت كده في الارض ومرضتش ارد عليه واكمله ان انا سمعت ايه. قلت له لا لا عادي، انت راجل يعني محروم وكده ومراتك متوفيه من سنين فالله يكون في عونك يعني. فهو سكت كده ومردش ودخل الاوضه يعني زي كل مره. ووقت مع مرور الوقت كده بقينا بنقرب من بعض، ولقيت يعني في معظم الاوقات ان حماي ما بقاش يعني يدخل الاوضه كتير وبقى يقعد معايا اكتر من الاول وبقى يهتم بيا جدا ويعمل وكانه يعمل يعني يساعدني في تنظيفه وكده. وبقينا نتفرج على التلفزيون ونتعشى سوا. يعني انا مع الوقت كده ما بقيتش اتكسف من حماية خالص، وبقيت البس عادي قدامه يعني مش ما بقتش زي الاول. كنت بحس ان انا يعني قاعده براحتي وكده وعاديه، وكمان يعني شويه بحس ان اللبس ده بيحسسني ان انا قاعده براحتي، الدنيا يعني بتبقى حر وكده فانت باخد راحتي. بس مع الوقت بقى حسيت ان حماية يعني عمال يبصلي كده وبيبصلي كده من تحت لتحت. وفي يوم كده لقيته جاي عليا وبيقول لي تاكلي؟ فانا عامل لك اكل النهارده. طبعا انا بقيت مستغربه يعني ان هو محضر الاكل وجاي مبسوط كده وبيعزمني عن الاكل. قلت له لا 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 ده انا استنى بس انا هجيب اكل من بره وبلاش كده. قال لي لا لا ده انت كده قرفانه انك تاكلي من ايدي وكده. قلت له لا مش قرفانه ولا حاجه، واضطريت ان انا يعني اكل من الاكل اللي هو كان عامله لي في اليوم ده. قعدت وكلت. المشكله بقى ان انا ما كنتش اعرف انه للاسف حاطط لي حاجه يعني تنيمني في الاكل. وبعد ما شربت الشاي معايا اتاري كان حاطط لي تقريبا حاجه تنيمني يا اما في الشاي يا اما في الاكل. واكتشفت ان هو عمل كده علشان يعني ينيمني ويعمل معايا يعني زي ما الازواج بيعملوا. للاسف اتصدمت من اللي حصل لي من حماية، ودلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. انا حاسه ان انا غلطت غلط كبير قوي علشان ان انا يعني خليته يتعود عليا وحسسته بكده، وحاسه ان الغلط واقع عليا انا في الاول لان انا اللي قربت منه. وحاسه كمان ان انا ظلمت جوزي وغلطت في حق جوزي قوي. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. انا حاسه بذنب كبير وحاسه كمان ان انا غضبت ربنا، مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. انا حاسه ان انا متضايقه قوي من نفسي ومتضايقه حتى من البيت اللي انا عايشه فيه، ومش عايزه اختلط بحماية مره تانية. فياريت تقولولي وتنصحوني اعمل ايه واتصرف ازاي في المشكله اللي انا واقعه فيها دي.